السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا حبايب قلبي. تعالوا بقى. العيال كان نفسهم ياكلوا تورته، وانا قلت لهم والله ابدا، انا خلاص انا بقيت شيفة ياسمين، فلازم اكلكم التورته ومن ايدي انا كده. يعني انا يعني ينفع كده اجيب لهم تورته من بره؟ لا والله ما ينفعش. تعالوا بقى بص انا عملت ايه. انا اول مره طبعا، انا ما بعرفش في الحلويات وماليش فيها، فاحنا هنبدأ نتعلم مع بعض. انتوا هتعلموني وانا هعلمكم، وعك عك وربك يفك. بس والله والله مالكوا عليا حلفان، كانت زي العسل. سيبكوا انتوا، لما بحط حاجة في دماغي بتطلع حلو. وعلى فكرة، مش شرط يكون الحاجة فخمة قوي والحاجة تبقى كتيرة وتطلعيها زي الراجل اصل انت عمرك ما تطلعيها من الراجل الا لما انت تبقى عندك خبرة. فواحدة واحدة هنتعلم مع بعض. انا بصراحة عملتها على قد ما بعرف اعملها وطلعت بصراحة جميلة. فمرة والتانية والتالتة هتبقى حلوة يعني. انا بصوا جبت بقى ايه ب10 جنيه كريم جانتيه، ورحت جبت حاجات تزويق ب6 جنيه، ورحت جبت ايه تاني، جبت كيس بوريو. قلت بس هو كيس واحد، الحاجة غليت، انا هفضل اجيب كام 100 كيس؟ هو كيس ماشي. ورحت بقى فضيت بقى الكريم جانتيه، قلت اعمله الاول واحطه في الفريزر، وبعد كده ابدا اعمل الكيكه. انا كنت منزله قبل كده الكيكه قبل كده وانا عاملاها، بس قلت برضو اعملها معاكم كلها مع بعض يعني. انا هنا بفضي بقى ايه كريم جانتيه، ورحت بقى ايه كنت فرحانه قوي 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 عشان طلع حلو. ما كنتش متوقعه بصراحه ان انا هعرف اعمله. كنت قبل كده كنت جايباه، كنا في رمضان، وكنت عايزه اعمل اللي هي الكنافه ومانجا وكريم جانتيه والكلام ده. بس بقى ايه طلع قليل قوي، ما كنتش عارفه ايه السبب. ومره عملته طلع سايل، فالمره دي الحمد لله اتعمل صح. انا بعد ما خلصت بقى خالص، كنت بقى مسقعه شويه ميه تلجوا كده التلج اللي هو القشره ده ماشي. بتحطيها بقى فيها، وشويه سكر بودره، يعني 3 معالق كده سكر، عشان اللي هو دوت كريم جانتيه خام. ما لازم تحطي سكر، عشان حتى انت لما هتعمليه من غير سكر دوقيه هتلاقي كده ان هو لا ما فيهوش سكر. فانت بقى تحطي ايه على حسب الرغبه بتاعتك، عايزاه مسكر قوي هتزودي السكر، عايزاه مظبوط هما يبقوا 3 معالق كده سكر مطحون، وهتحطيهم فيها بشويه الميه. ما تحطيش كتير ميه، هتحطي مثلا شويه صغيرين وتضربي الاول وتشوفي القوام تقيل قوي، حطي شويه تاني لحد اما ايه يبقى حلوين كده. بصوا بقى، بصوا بعمل معايا ازاي، يا لهوي كنت هموت من الفرحه. وبقت رايحه جايه عماله هين عليا اخبط على بيت واقول لهم خدوا تعالوا انا عملت كريم جانتيه. بس طبعا الناس هتتفرج عليا، انا بقول لكم انتوا. بصوا بقى هنا عملت بقى ايه، كنت خلاص عملت كريم جانتيه وشيلته. هنا بقى حطيت ايه، حطيت قولوا معايا كوبايه سكر بودره برضو، ونزلت ب4 بيضات ماشي. واحط كيس فانيليا، واحط الربع كيلو لبن كله. ربع كيلو بيعمل كوبايه على طول ماشي. و... وايه تاني، والزيت وكوبايه الزيت، النبي كنت ناسيه. بس طبعا الفانيليا بقى نحطها، هضرب بقى تضربة كده كويسة كده تبقى حلوة. وبعد كده بقى ايه، اجيب بقى بولة تانية احط فيها ايه الدقيق والرشة ملح وكيس اللي هو ايه، وانا بنسى ليه كتير كده، النبي نسيت. ايوه هو اللي باين ده، بيكنج باودر. النبي ايه اسمه ايه يا عيال؟ المهم هو البتاع اللي باين ده، هو ده انا حطيته خلاص. ايوه وهو بص ضربته. هنزل بقى بالدقيق، بعد ما هنزل بقى عشان ما يكلكعش معايا، بعمله بقى بالهاند بلندر، بيبقى 100 100. بجيب بقى الصينيه الحلوه بتاعتي، خلاص هي مش حلوه قوي بس هي بتاعتي. ايه بقى احط فيها ايه، احط فيها بقول لكم قال ايه يعني، استنوا هعملها. بص بقى البوريو،
وبص الحاجات الحلوه دي هكسره بقى، هدشدش امه كده، افضل دش 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 دش، طلع غل فيه. هنا انا كنت اكسر الرخام بس محدش هيجيب لي غيرها. خلاص كده. بعد بقى ما هعمل كل ده، كنت طبعا مولعه بقى الفرن. اجيب بقى ايه، الصينيه، ادهنها زيت، وهنزل بقى بالكيكه، وافضل بقى اخبط فيها كده عشان اطلع كل الهوا. بصوا طلعت عامله ازاي. انا عشان فتحت عليها ودخلتها تاني طلعت كده. بصوا بقى، عسل. تسلم ايدك يا بنتي يا ياسو.